المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء والمستهل كما جرت العادة بأبرز العناوين. جهود دعم المحتاجين ماليا وعينيا تحقق نتائج مرضية. ارتياح للخدمات الاجتماعية في أفامبو. حملة تعبئة واسعة للمرأة في إقليم الغاشبركة. روحاني يحذر واشنطن من انتهاك الاتفاق النووي. بدء خروج مسلحي المعارضة من دوما في سوريا بعد اتفاق روسي، و5 جرحى بعد زلزال في اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن الدعم المالي والعيني الذي تقدمه للمواطنين الذين يعانون من مصاعب اجتماعية تحقق نتائج مرضية. وأوضحت الوزارة عن تقديم دعم تمثل في لوازم مدرسية وتأهيل مهني وإيجاد مصدر دخل ومساعدات حكومية ومجتمعية أخرى للذين يعانون من مصاعب اجتماعية. وقال المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في الوزارة السيد محرت آف السهية إن العمل يجري للعناية وكفالة الأيتام والمعاقين والمشردين والمتسولين داخل المجتمع، وإن رعايتهم في ملاجئ يعتبر خيارا أخيرا. وذكر إن الرعاية في الملاجئ لها الكثير من السلبيات، ويتبع أسلوب رعايتهم داخل المجتمع بالمتابعة والعناية وترسيخ الأمل فيهم للاعتماد على أنفسهم. وأشار إلى أن الأسباب كثيرة، لكن التوسع الحضري والهجرة من الريف إلى المدن من أهم أسباب المشكلة، يتم التصدي لها على أساس القيم المجتمعية. قال مدير ضاحية أفامبو السيد حالو إيغاحيلي إن مؤسسات الخدمات الاجتماعية المقامة في الضاحية أسهمت في الحياة المعيشية اليومية للسكان وتطور المنطقة. وأوضح بأن مؤسسات الصحة والمدرسة الابتدائية وكذلك المدرسة المتوسطة والثانوية الداخلية وخدمات مياه الشرب الصالحة لها دور هام في استقرار الحياة المعيشية. وأشار للاستفادة الجيدة من هذه المؤسسات الخدمية وتحول السكان لمزاولة التجارة والرعي بعد أن كان مقتصرا على الرعي فقط. وتقع ضاحية أفامبو في مديرية وسط دنكاليا. نظم فرع المرأة في إقليم الغاشبركة حملات تعبوية وسمينارات للعاملات في المؤسسات العامة وعضوات الجيش ومساعدات التمريض وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، تركزت حول تعزيز وعيهن في كافة المجالات وتهيئة أرضية مناسبة لاستغلال الفرص المتوفرة في بيئتهن كما يجب. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة يحدق يوهنس بأن الاستثمار الجاري لبناء قدرات المرأة ينجح بمساهمة المرأة الفعالة، داعية المرأة الناشطة في مختلف المجالات لتعزيز مشاركتها الواعية. وذكرت المرأة لاستغلال الفرص التعليمية والمهنية المتاحة لها بشكل جيد للمنافسة القوية، مشيرة إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة يعمل بجدية لإنجاح البرنامج بالتعاون مع شركائه. ذكر مسؤول المكتب المركزي للاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد عقباي برهي لجنة أصدقاء الشباب لتعزيز دورها والعمل بالنزول حتى مستوى الضواحي في التأطير والتوعية وتنفيذ البرامج الموضوعة نظرا للاهتمام الأكبر الذي يمنح لها. وقدم توضيحا تفصيليا حول الجهود الجارية على المستوى الوطني لبناء شباب كفؤ أكاديميا ومهنيا ونتائج تلك الجهود، مناشدا الشباب لاستغلال الفرص المتاحة لهم كما يجب وتسخيرها في تطوير ذاتهم. من جانبه ذكر مسؤول الشباب في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر بأن لجنة أصدقاء الشباب في الإقليم تلعب دورا ملحوظا وسوف يجري العمل لتعزيزه أكثر. في غضون ذلك أوضحت المعلومات الواردة من مديرية الرعتة تنظيم أسبوع للمنظمات الشبابية في المديرية استمر ل10 أيام. من جهة ثانية قدم مسؤول الشباب في إقليم شمال البحر الأحمر الشاب إدريس عثمان كلمة في اللقاء الذي نظم لتقييم أنشطة الفرع، أوضح فيها أهمية إنجاح البرامج الموضوعة وتعزيز التأطير الواعي.
أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن سكان 4 مناطق ببلدة داغرغيس نظموا أنشطة نفير فعالة في أراضيهم الزراعية تمثلت في حفظ المياه ومكافحة التصحر. وذكر مدير البلدة السيد رأي عبيو بأن أنشطة النفير التي نظمت في قرى عد رابودي وكدحنباشا وعد سيابو اشتملت على تمهيد الأراضي الزراعية وبناء الحواجز المائية، وقد تم بناء 21 كيلومترا من المدرجات. في غضون ذلك اتخذت مبادرة في مديرية عدو خالة لحل إشكالية مياه الشرب الصالحة بمنطقة عدو ختيو، هذا وتقع منطقة عدو ختيو بضاحية دعرهنعت حوالي كيلومترين من مدينة عدو خالة إلى الناحية الغربية. نتوقف سادتي مع فاصل قصير، من ثم نعود لمواصلة الأخبار. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم على قراره إذا قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران و6 من دول العالم الكبرى في 2015، وتوعد برد أقوى مما يتخيل ترامب. وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة يوم التقنية النووية الوطني إن بلاده لن تنتهك الاتفاق، لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة منه فإنها ستندم على ذلك بالتأكيد. وحذرت إيران من أنها سوف تزيد برنامجها النووي إذا انهارت الخطة حتى تحقق مستوى أعلى مما كان عليه الوضع قبل الاتفاق، وسوف يستأنف سيريان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران والتي رفعت عقب توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة في عام 2015 إن لم يرجئها ترامب في 12 من مايو المقبل. وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إقناع شركائها الأوروبيين بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران، خاصة على برنامجها الصاروخي، كطريقة لإقناع ترامب بالتمسك بالاتفاق النووي الذي كبح جماح الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها توصلت لاتفاق مع فصيل جيش الإسلام الذي ينتشر في دوما سوريا يقضي بوقف إطلاق النار واستئناف انسحاب المسلحين من المدينة. وظهرت لقطات فيديو الدفعة الأولى من مقاتلي المعارضة وأسرهم تغادر مدينة دوما إلى منطقة بشمال سوريا خاضعة للمعارضة. كما قالت وسائل إعلام سوريا إن الدفعة الأولى من الرهائن المحررين من دوما وصلت إلى معبر تسيطر عليه القوات الحكومية. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الوزارة قول إن مباحثات جرت بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا وزعماء جيش الإسلام 40 ألفا من عائلاتهم سيغادرون دوما دون توضيح جدول زمني معين. أدى زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب الإسلام 40 ألفا من عائلاتهم سيغادرون دوما دون توضيح جدول زمني معين. أدى زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى جرح 5 أشخاص وألحق أضرارا بمبان وطرقات، بينما حذر مسؤولون من هزات أقوى قد تحدث في الأيام المقبلة. وقال المعهد الأمريكي للمراقبة الجيولوجية إن قوة الزلزال الذي لم يكن عميقا بلغت 5.6 درجة، لكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ذكرت إنه بقوة 6.1 درجات. وضرب الزلزال غربي جزيرة هونشا الكبرى على بعد 96 كيلومترا إلى الشمال من هيروشيما، ودعت الوكالة اليابانية السكان إلى التزام الحذر. ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، بينما أصيب 4 أشخاص على الأقل جراء الزلزال ووقوع أضرار في بعض المباني وتشققات في بعض الطرق وانقطاع الكهرباء عن حوالي 50 منزلا، إضافة إلى انقطاع المياه عن 100 أسرة، حسب ما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية. في بلد مزقته الحرب مثل أفغانستان يعتبر العسل الأبيض علاجا تقليديا لكل شيء، لكنه أصبح بالنسبة لتلميذة أفغانية فرصة لإيجاد عمل وإقامة مشروع في بلد لا يتاح فيه لكثير منهن فرصة للعمل.
قبل 3 أعوام حصلت فروزان التي تبلغ من العمر الآن 19 عاما على قرض صغير اشترت به خليتي نحل، وتعلمت تربيته من مؤسسة هاند إن هاند انترناشونال، وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الفقر. ولدى فروزان الآن 12 خلية نحل، وأنتجت العام الماضي 110 كيلوغرامات من العسل، ما مكنها من جمع 100,000 من العملة الأفغانية. وتريد فروزان وهي حاليا في السنة النهائية من الدراسة بالمدرسة أن تدرس الاقتصاد وتنمي مشروعها، وهو هدف ربما أصبح الآن ممكنا لها ولشقيقاتها الثلاث بسبب دخل المشروع. نعود بأخبار الرياضة ولكن بعد الفاصل. انتهى ديربي مدينة مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع 31 لبطولة الدوري الأسباني لكرة القدم. بهذا الخبر الرياضي انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.